الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية أحب أن أعبر عن سعادتي وأنا معكم، وأشعر بأنني فعلا بين إخوتي وبين أهلي، وأرجو أن يدوم هذا التآلف بيننا وبينكم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك في موازين حسناتكم جميعا إنه جواد كريم. كلمة الصبر إذا قيلت فقد يتطرق للإنسان بمجرد أن تذكر كلمة الصبر يتطرق في ذهني الصبر على المصائب والمحن وغير ذلك، ولكننا سنعيش بإذن الله تعالى في هذه الليلة مع نوع من أنواع الصبر لا علاقة له بالمصائب والأحزان، ولكنه صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. والصبر عطية ومنحة من الله سبحانه وتعالى لا تعادلها عطية ولا منحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصبر: ومن يتصبر يصبره الله، يعني الذي يطلب الصبر من الله يعطيه الله عز وجل الصبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما نريد أن نلقي عليه الضوء في هذه الليلة الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الإنسان صابرا على طاعة الله تبارك وتعالى؟ بداية من قوله لا إله إلا الله إلى أصغر طاعة يطيع العبد بها ربه سبحانه وتعالى، هو يحتاج إلى الصبر. فيوم قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأعلن بشهادته هذه أن الإله الحق المستحق للعبودية هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويحتاج إلى الصبر حتى يصرف الطاعة لله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هناك آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود بهذه الآلهة الأصنام التي كانت في الجاهلية، بل هناك في عصرنا الحالي ما هو أشد من أصنام الجاهلية. بين الله سبحانه وتعالى في كتابه بعض هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فأصبح الأمر عنده ما يوافق مزاجه، ما يوافق محبوباته يفعله، حتى لو كانت هذه الأمور مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى أن العباد يوم القيامة سيندمون لأنهم صرفوا الطاعة التي هي لله صرفوها للشيطان، يوم يتمرأ منهم الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فينبغي على العبد الذي شهد أن لا إله إلا الله وأراد أن يحقق هذه الشهادة، ينبغي عليه أن يصرف الطاعة كل الطاعة لله سبحانه وتعالى. ونضرب مثالا على ذلك بصلاة الفجر التي يؤذن فيها المؤذن حي على الصلاة، ويؤذن فيها المؤذن حي على الفلاح،
ويؤذن فيها المؤذن الصلاة خير من النوم، ينادينا لطاعة الله سبحانه وتعالى وإجابة داعي الله عز وجل، ومع ذلك فإننا نجيب داع آخر ونطيع غير الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، فيطيع الإنسان الشيطان الذي يوسوس له بالكسل وبالراحة، ويطيع الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، ويطيع هواه الذي يحب الكسل والراحة. ففي هذا الموقف لم يحقق الإنسان العبودية التامة لله سبحانه وتعالى، وأطاع غير الله عز وجل، وأضاع صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الموقف لم يصبح الإنسان كافرا ولا مرتدا عن دين الله سبحانه وتعالى، ولكنه أطاع غير الله، وصرف الطاعة التي هي لله صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وقل غير ذلك في مواقف كثيرة يترك فيها العبد نداء الله عز وجل، يترك فيها العبد أمر الله عز وجل، ثم هو يتبع الشيطان أو يتبع هواه أو يتبع محبوبات نفسه إلى غير ذلك من الأمور التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولنا أن نقول مثل هذا في شهادة أن محمدا رسول الله. فيوم شهد العبد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أنه بهذه الشهادة أقر واعترف أنه لا يستحق المتابعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو فرض عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بذلك، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل حقق كل واحد منا فعلا أن محمدا رسول الله وترك أقوال الناس وآراء الناس من أجل اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أم أننا نروغ يمنة ويسرى إذا جاءنا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق هوانا، بل نريد أن يكون أمرا آخر أو نتبع هديا آخر غير الهدي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم قبل ذلك من سألني عن الوضوء من لحم الإبل، فذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل نفس هذا السؤال، وجاوب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعم، يعني عليك أن تتوضأ من لحم الإبل، يجب عليك أن تتوضأ من لحم الإبل. ثم سئل صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت. فلما أجبته بهذا الحديث إذا به يسأل: هل هناك مذهب آخر في هذه المسألة؟ فقلت: نعم، هناك مذهب آخر، ولكن ماذا تفعل بالمذهب الآخر؟ العالم الذي اجتهد في المذهب الآخر ولم يصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ فله أجر عند الله سبحانه وتعالى، أما أنت فلا عذر لك إذا وصلك حديث صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قد تدرجنا شيئا فشيئا في التخلي عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قيل لنا أن هذا الأمر هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه، لأن هذا أمر لا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه، بخلاف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتبعونه في كل صغيرة وكبيرة، فكانوا إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فإنهم يفعلونه بغير استفصال، هل هذا فرض أم سنة أم واجب، لا يستفسرون
عن ماذا يفعله عما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل مباشرة يفعلون مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك يعني واضحا عندما أعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في هذا العام، يعني في حجة الوداع، فجاء إلى المدينة وفد لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأمامه من الناس مد البصر، وعن يمينه مد البصر، وعن يساره مد البصر، وعن خلفه مد البصر. يقول جابر رضي الله عنه الذي يحكي حجة النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم يرجو أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وقال لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامها. فانظروا إلى هذا المشهد الرهيب من مشاهد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد فقط أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج ملئت المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع الغفيرة حتى يقتدون بهديه صلى الله عليه وسلم في الحج. هذا موقف عجيب، ولكن الموقف الذي هو أعجب منه هو موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في اليمن وسيذهب إلى ميقات يلملم الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. فلما وقف في الميقات وهو لا يعلم ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سيحج متمتعا يعني يدخل بعمرة ثم يدخل الحج بعد ذلك، أم سيحج قارنا فيجمع بين الحج والعمرة، أم سينوي الحج مفردا فينوي الحج فقط ويدخل مكة أنه حاج فقط. وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لا يريد أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو لا يعرف ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف في ميقات أهل اليمن وقال: اللهم إني أهللت بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم دخل في النسك وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما التقى معه، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج قارنا، يعني أهل بالحج والعمرة سويا. فأهل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا بالحج والعمرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل مثل هذا الصبر في الصلاة أعظم أركان دين الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين. هل نحن نؤدي الصلاة كما كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ارتقينا في أمر الصلاة حتى أصبحت بمنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. النبي صلى الله عليه وسلم يجد الراحة والطمأنينة في هذه الصلاة. وتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الأحزاب دعا على المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم املأ قبورهم نارا. لماذا يا رسول الله يملأ الله سبحانه وتعالى قبور هؤلاء نارا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فاتت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأمر تافه، بل فاتته صلى الله عليه وسلم لأنه كان يجاهد أعداء الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من شغله عن الصلاة، الصلة التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ومنا من يترك الصلاة تضيع عليه الصلاة والصلاتين ثم لا يجد أي حرج في نفسه ولا يجد أي حزن في قلبه لأنه فاتته الصلاة.
ذلك لأنه لا يعرف مقدار الصلاة، ذلك لأنه لم يقدر للصلاة قدرها وعظمتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الصلاة غالية عنده وثمينة عنده لما ضيعها. وانظر إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يقول: يا عبد الله، إذا هانت عليك صلاتك فماذا يعز عليك؟ يعني الصلاة التي هي أعز شيء في الدين إذا هانت عليك وفرطت فيها فماذا في بقية أركان دين الله سبحانه وتعالى الذي هو أقل من الصلاة؟ إذا هانت عليك صلاتك فماذا يعز عليك؟ فينبغي على العبد أن يؤدي الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى في بيوته التي أمر الله عز وجل بعمارتها، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى لا قائد له، وبينه وبين المسجد طريق فيه هوام وسباع، وقد يحول بينه وبين المسجد في الشتاء واد فيه ماء، لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أول الأمر، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أجب. إذا كان هذا في شأن رجل أعمى لا يجد من يقوده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أجب نداء الله سبحانه وتعالى، فما بالنا نحن وبيننا وبين المساجد مسافة قريبة، بل تستطيع أن تقول في بلد قطر العامرة بالمساجد أن بين كل مسجد ومسجد هناك مسجد بينهما، فما بالنا نتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وقد قربت المساجد بحمد الله سبحانه وتعالى إلينا في كل مكان. وإذا فرض الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الخوف في حال القتال، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني جزء نصف الجيش يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء الثاني يأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا، يعني انتهى النصف الأول، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يبدل هؤلاء مع هؤلاء، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا فرض الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة على المسلمين وهم في حالة الحرب وفي حالة الخوف وفي حالة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأولى ثم أولى أن تكون فرض في حالة الأمن وفي حالة الاستقرار. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانظر كيف هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتا على أناس لا لشيء إلا لأنهم تركوا صلاة الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فليصلي بالناس، ثم أتخلف إلى أناس يتركون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتا. وإذا كان أمر الصلاة الجماعة أمر مستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعاقب على هذا الأمر المستحب بالتحريق بالنار، بل هو أمر واجب ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه وأن يكون أول المبادرين لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في مدرسة الصبر، فنحن حتى ونحن في مدرسة الصبر ألا وهو الصيام، فإننا نحتاج إلى الصبر حتى نكمل هذا الصيام
ونستعين بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان إذا لم يستعن بالصبر وهو صائم وتجرأ في صومه هذا على أي معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى فإنه لا أجر له عند الله عز وجل إذا لم يصبر وإذا لم يحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، يعني أي قول محرم، من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني أي فعل محرم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا إنسان لم يفهم الغاية من الصوم ولم يصبر نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فكأنه لم يصم، لا أجر له عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يتصبر في وقت الصيام عن معصية الله سبحانه وتعالى، ولم يتصبر على هذه الطاعة العظيمة التي في طياتها تعلمه الصبر. والله عز وجل أمره ألا يأكل فصبر على عدم الأكل، أمره الله سبحانه وتعالى ألا يشرب فصبر على عدم الشرب، فينبغي عليه أن يصبر أيضا على عدم الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى حتى تتم له هذه الطاعة العظيمة. ينبغي على العبد كذلك أن يصبر في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. وإخراج المال سماه النبي صلى الله عليه وسلم برهان يعني على صدق العبد أنه حقيقة مؤمن. فإن هذه النفوس التي جبلت على حب المال وعلى كنزه وادخاره، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى أمرها بإخراج شيء من هذا المال فلم تطاوع هواها ولم تطاوع نفسها بل أطاعت ربها سبحانه وتعالى، فهذا دليل على صدق إيمانها مع ربها سبحانه وتعالى. فإذا أخرج العبد من ماله ما أمر الله سبحانه وتعالى به من زكاته ويكون نفسه طيبة بهذا الإخراج، فإنما هو يبرهن كل البرهان على صدق إيمانه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: الصدقة برهان. فيحتاج الإنسان الصبر حتى يكبح هوى النفس في حبها للمال، يحتاج للصبر حتى ينفق هذا المال ونفسه طيبة بإنفاقه، يعلم أن ما أخرجه لا ينقص من ماله شيء بل يزيده بركة ويزيده نماء، ويخرج من ماله ما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه ما هو خير منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يحتاج الإنسان كذلك في الركن الخامس من أركان دين الله سبحانه وتعالى إلى الصبر، وهو يفارق أهله ووطنه من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو يحتج بكثير من الناس في سفره من أجل حج بيت الله سبحانه وتعالى، وهو لا يريد أن يؤذي أحدا ولا يريد أن يسب أحدا، بل هو يمسك نفسه ويصبرها على طاعة الله سبحانه وتعالى رجاء أن يرجع من حجه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. وقل مثل هذا في كثير من الأمور المستحبات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والعبد ينبغي أن يصبر نفسه على طاعة الله، خصوصا إذا عمل في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر، فإن هذا الطريق غير مفروش بالورود، بل فيه من الأذى ما ينبغي على العبد أن يصبر على هذا الأذى حتى تصل دعوة الناس دعوة الله إلى الناس. يقول لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإذا صبر العبد
على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يحقق الشهادتين ويحقق أركان دين الله سبحانه وتعالى كلها، فينبغي عليه كذلك أن يصبر حتى يستكمل هذه الفرائض ثم يتبعها بالنوافل حتى يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أحب الأمور تقربا إلى الله هو ما فرضه الله سبحانه وتعالى. ثم العبد لا يقف عند ذلك، بل يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وتخيل عبد يسمع برعاية الله سبحانه وتعالى، فلا يسمعه الله سبحانه وتعالى إلا الأشياء التي يحبها، وبصره الذي يبصر به فلا يجعله الله سبحانه وتعالى يطلع إلا على الأشياء التي يحبها الله تبارك وتعالى، ويحفظ الله عز وجل عليه هذه العينين فلا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإذا وقعت على شيء من ذلك فإن الله عز وجل يحميها بصرف البصر وبإغلاقه طاعة لله سبحانه وتعالى. وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من وصل إلى هذه الدرجة وكمل الفرائض وأتبعها بالنوافل فإنه في طريقه إلى محبة الله سبحانه وتعالى. عندئذ ينادي الله سبحانه وتعالى جبريل في السماء فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. حصل العبد على ذلك لأنه كان صابرا على طاعة الله سبحانه وتعالى، كان صابرا على فرائض الله تبارك وتعالى، كان صابرا على النوافل والمستحبات التي يحبها الله عز وجل. من أجل ذلك إذا دخل العبد الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يبشره بهذا الصبر، ويقول الله عز وجل في كتابه: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دخلوا هذه الجنة ودخلوا هذا الرضوان لأنهم صبروا، ولم يجد الله سبحانه وتعالى سبب أقوى من الصبر حتى يذكروا في هذا الموقف. فقال الله سبحانه وتعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، ويجعلنا وإياكم من أهل الصبر، خير عطية يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.